الفن مش بس كان أداة مهمة للتوثيق، لا ده سلاح خطير ومهم قادر يحرك مشاعر الناس. وده مش كلامي مثلا أو رأيي بس، يعني لا ده تاريخ. هتلر مثلا في عز تحضيره للحرب العالمية التانية وسيطرته على العالم والهيمنة العسكرية وكل الكلام ده، كان مهتم جدا بالفن ودوره في تحقيق ده. هتلر كان فنان زميلي برضه بالمناسبة يعني، فهو عارف كويس أوي الفن ممكن يعمل إيه. عشان كده عين واحد من أكفأ وأهم رجالته راجل زي هيرمان جورينج علشان يكون مسؤول عن الدعاية والإعلام والإنتاج الفني في الفترة دي. وعشان كده برضه سنة 37 هتلر بنفسه افتتح معرض يمكن هو أشهر وأهم معرض في تاريخ الفن الحديث، معرض الفن المنحط. جمع فيه هتلر شغل فنانين كبار زي بيكاسو ومونيه وفان جوخ وغيرهم، وكل الفنانين اللي كانوا بيمثلوا وقتها المدرسة الحديثة في الفن والمتمردة والثورية شوية، وعرض شغلهم بشكل مش لائق وفيه بالنسبة له سخرية وتقليل من قدره. وقصاده معرض تاني للمدرسة الكلاسيكية اللي كان بيحبها وبيتبناها، وبالمناسبة كان بيرسم زيها كتير وهو صغير، اللي شغلها حلو بالمناسبة برضه. بس جنب